تخيل انك كل يوم بتشرب نقطة سم صغيرة. مش هتموت في يوم وليلة، لكن بعد فترة جسمك هيبدأ ينهار. المشكلة ان السم ده مش حاجة انت بتشربها، ده مشاعرك السامة اللي بتاكل فيك واحدة واحدة. السلام عليكم، عيد سعيد علينا وعليكم. النهاردة بدأنا بتلخيص كتاب جديد اسمه الشفاء من المشاعر السامة. وقبل ما نبدأ الفيديو حابب اقول لكم ان الدعم بتاعكم مهم بالنسبة لي علشان اقدر اكمل المشوار اللي بدأناه سوا. لو حابب تشوف المحتوى ده بيكبر مستني منك الدعم. عاطف كان دايما حاسس بالذنب، كل غلطة صغيرة كان بيجلد نفسه عليها، زي انه مثلا ما ردش بسرعة على صاحبه اللي كان محتاجه. طول الوقت حاسس انه مش كفاية وانه سبب تعاسة كل اللي حواليه، والنتيجة كانت قلق وتوتر واحساس انه عبء. المشاعر الطبيعية زي الحزن او الغضب دي حاجة صحية بتحفزك ان انت تتغير، لكن لما المشاعر دي تتحول لحالة مستمرة وتفضل انت تغذيها بافكار سلبية، هنا المشكلة. الخوف او الشعور بالذنب او الغضب المكتوم او الاحساس بعدم القيمة، دي كلها مشاعر بتدمر صحتك النفسية والجسدية. وعلشان تاخد بالك من افكارك عايزك تجرب لمدة 10 دقايق كل مرة يجيلك احساس سلبي اسأل نفسك سؤال: انا ليه حاسس كده؟ هل ده حقيقي ولا ده مجرد سيناريو في دماغي؟ حضرتك هتتفاجئ ان 80% من مخاوفك مش واقعية اصلا. والتمرين العملي بقى بتاع النهاردة انك تكتب 3 مشاعر سلبية حسيتها خلال اليوم، وحاول تحدد ايه الفكرة اللي جت ورا المشاعر دي. بعد كده فكر في طريقة ترد بيها على الفكرة اللي جات لك بعد الشعور. وفي النهاية اللي بيحصل جواك اهم من اللي بيحصل حواليك. لو مشاعرك بتسمم حياتك يبقى جه الوقت خلاص انك تاخد خطوة لعلاجها. الحلقة الجاية هنعرف مع بعض ازاي نتخلص من المشاعر السامة بطريقة عملية اكتر. وبس كده؟